السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. كنتمنى الفيديو ديالي يلقاكم بخير وعلى خير ان شاء الله. ومرحبا بكم اليوم معايا في فيديو جديد. مرحبا بالناس الجداد ومرحبا حتى بالناس القدام اللي كيخليو لي التعليق ديالهم زوينين. كنتمنى نكون على حسن الظن ديالكم ونكون خفيفه على قلوبكم ان شاء الله. المهم البنات، اليوم بغيت نشارك معكم واحد الكيكه في المول العجيب. كيكه سهله بزاف، وحتى الكريمه حتى هي سهله. المهم اللي عجباتو الكيكه ما ينساش يخلي لي واحد لايك وواحد التعليق في اخر الفيديو. واللي اول مره كتزور القناه ديالي، الا عجبكم المحتوى ما تنساش انكم تشتركوا معايا وتفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد ديالي. وقبل ما نبداو البنات الفيديو، بغيت نهضر لكم على اوريفلام. يعني الا كنتي جالسه غير في الدار ما كديري حتى شي حاجه، يعني ما غادي تخسري الا شاركتي في اوريفلام. منها غادي تجمعي النقط، منها غادي تستافدي الا كنتي شحال من حاجه، وفي نفس الوقت غادي تولي عندك واحد الخلصه شهريه اللي غادي نبارطاجيها معكم دابا في التصاور. مهم يعني غير بشويه بشويه كتوصلي لواحد المدخول اللي هو زوين. هانتوما كتشوفوا معايا هذا هو المدخول الشهري. فعلاش لا اللي حتى نتيا تجربي وتشاركي معاهم، يعني ماشي تدخلي وتقولي راه هادشي غير كذوب او لا. يعني بشويه بشويه كتوصلي لواحد الصالير اللي هو زوين بزاف، وتقدري تعاوني به راسك وتعاوني به يعني شحال من حاجه. يعني انا كنصحكم انا كاع الناس اللي كيتفرجوا في هذا الفيديو باش يشاركوا في اوريفلام. راه يعني واحد الفرصه اللي هي زوينه بزاف. المهم غادي نخلي لكم النمره ديال السيده اللي بغى انه يمنح راسو واحد الفرصه باش يدخل الاوريفلام. غادي نخلي لكم دابا النمره ديال السيده. دخلوا عندها هضروا معاها وهي غادي تقيدكم. وعلاش لا اللي ما يكونش عندكم واحد المدخول شهري، وفي نفس الوقت يعني كيف ما قلت لكم يعني تعمروا وقتكم يعني غير جالسين في الدار. غير من التليفون تقدروا تاخذوا داكشي اللي بغيتو، تقدروا تواصلوا مع من بغيتو، وتقدروا يعني تحققوا شحال من حاجه غير بالتليفون وفي دارك. فهذه فرصة يعني راها زوينة منها. يعني كيف ما قلت لكم كتعمري وقتك، ومنها كيولي عندك واحد الصالير ولا واحد المدخول يعني كل شهر. وغير دقه دقه غير بشويه بشويه حتى كتوصلوا لداكشي اللي بغيتو. المهم البنات غادي ندوزو الكيكه ديالنا. هنايا البنات كيف ما كتشوفوا عندنا واحد الكاس ديال الحليب. عندي كاس ديال سنيده، عندي كاس ديال الزيت ما عامرش. عندي جوج خمارات، عندي جوج المعالق ديال الكاكاو والمور، عندي 3 البيضات، وعندي هنايا الطحين ديال الخاص بالحلويات، طحينة الفورس. هنا عندي تقريبا واحد 3 الكيسان. المهم انايا غادي نبقى نعبر على حسب الخليط اللي عندي. غادي نجيب واحد المول البنات، غادي ندير فيه البيض، ندير 3 البيضات، وغادي ندير كاس ديال سنيده. صافي هادشي كامل غادي نطربو مزيان حتى كتذوب سنيده وكتطرب، يعني كتضاعف ليا الحجم ديال البيض وسنيده. هاد بصراحه ملي كتخلطي يعني كيكه كتجي هشيشه، كتجي رطبه. يعني كتساعدك على الكيكه كتنجح ليك. صافي غادي نطرب هاد البيض مزيان على هاد الشكل حتى اللون ديالو كتشوفوا معايا باقي اللون ديالو اصفر. يعني غادي نبقى نطرب فيه بهاد الطراب هذا حتى كيولي اللون ديالو يعني غادي البيوضه. صافي من بعد عاد غادي نبقى نضيف العناصر اللي بقاو ليا الاخرين. غادي نضيف الزيت نص كاس. انا ما كنقويش الزيت في كيكه، درت غير كاس ما عامرش. وغادي ندير كاس ديال الحليب. المهم هاد الكيكه ديال الشكلاط انا كندير فيها الحليب. يعني نتوما الا ما عندكمش الحليب تقدروا ديروا غير مثلا، انا في عوض كاس الحليب ديروا كاس الماء. بعض المرات انا كندير فيها الماء يعني كيجي حتى هو زوين. صافي من بعد ما طربت هذاك الخليط مزيان، دابا غادي نكمل غير بيدي. غادي نعبر البنات كيف ما كتشوفوا هنايا بالكاس. هنايا عندي كاس قياس كاس العنبه، كاس ديال الطحين هنايا. غادي نغربل الطحين حتى باش دوك الحبيبات وهذا يعني ما يتكورش ليا الخليط. صافي غادي نبقى نضيف غير بشويه بشويه، وانا كنشوف واش الخليط خاصني نزيد فيه الطحين بزاف ولا لا. تقريبا البنات خدات ليا 2.5 كيسان ديال الطحين، يعني قولي 3 الكيسان. الكاس الثالث ما عامرش. صافي حتى كنحصل على هذا القوام هذا على هذا الشكل. صافي من بعد البنات هنايا شفت باقي شويه كما كتشوفوا باقي شويه خفيفه. صافي وانا نزيد هذاك نص كاس اللي بقى.
اللي هي ديال الطحين زدتو كيف ما قلت لكم. خدات ليا 3 الكيسان، الكاس الثالث ما عامرش يعني فايت النص ديال الطحين. والطحين كيبقى على حسب الطحين اللي عندكم. كيف ما قلت لكم كاين الطحين اللي كيشرب، وكاين الطحين اللي ما كيشربش. صافي هنايا كيف ما كتشوفوا دابا غادي نضيف الكاكاو، 2 المعالق ديال الكاكاو المر حتى هو غادي نغربلو. صافي وغادي نبقى نحرك بالخليط حتى كنحصل على داك اللون اللي بغيت في الكيكه، يعني تكون كحله. صافي كنخلط على هذا الشكل مزيان حتى كينسجم ليا الكاكاو مع الخليط. صافي الخمارات كيبقاو هما الاخر، غادي نخليهم هما الاخرين. هنايا كيف ما كتشوفوا درت معلقه ونص ديال الكاكاو، غادي نزيد واحد المعلقه حيت جاني اللون شويه يعني ما غامقش. صافي غادي نزيد هذاك الشيء اللي بقى ليا كامل في الطبسيل. صافي وهذوك الحبيبات اللي كيبقاو هكا كنديرهم في ديك الصفايه. صافي وكيتحيدوا. صافي غادي نخلط هذا الخليط مزيان على هذا الشكل اللي كتشوفوا. صافي من بعد غادي نضيف الخمارات، 2 خمارات من فئه 8 غرام. وفي هذه اللحظه البنات راه المول يعني انا راه دهنته بشويه ديال الزبده والطحين في المول العجيب. صافي هنايا ملي خلطت الخليط ديالي كامل غادي ندير الخمارات، 2 خمارات حتى هما يا البنات صفيتهم. صافي وغادي نخلط هذا الخليط ديالي مزيان. صافي وهنا كيف ما كتشوفوا المول راني موجده، والفران يعني دايره مازال ما سخنتوش. غندير الفران يلا غادي ما يخشي فيه كيكه عاد غادي نشعلو ماشي دايره كيسخن. صافي ها الخليط ديالي ساليتو، ها الكيكه ديالنا سالات. دابا غادي نخويها في المول العجيب. صافي وغادي ندخلها للفران حتى كطيب. صافي هنايا كيف ما كتشوفوا معايا البنات ها هي الكيكه وجدات. ملي كتقلبوا كيكه كتجي على هذا الشكل ديالها على شكل ورده في هذا المول العجيب، يعني ما كتعاودوش تقلبوها من بعد. صافي كتبقى على داك الوجه ديالها التحتاني. هنايا البنات عندي واحد نص كاس ديال القهوه سريعه الذوبان. صافي هنايا ذوبتها في هاد الكاسرونه هذه، غادي نسقي بها هاد الكيكه باش كتجي رطبه وكتجي فيها المذاق ديال القهوه. صافي غادي نسقيها كامله عاد غادي ندوز باش غادي نحضر معكم الكريمه اللي غادي نعمر بها هاد الكيكه. المهم هنايا واحد شويه د الفقريه في الطبسيل. صافي من بعد ما سقيتها هنايا كيف ما كتشوفوا عندي 2 كيسان ديال الحليب، عندي هنايا ساشي ديال الفاني، وعندي 2 المعالق ديال سكر سنيده، وعندي 2 المعالق ديال كريم باتيسير. غادي ناخذ البنات واحد الكاسرونه وغادي ندير فيها 2 الكيسان ديال الحليب، غادي ندير فيها ساشي ديال الفاني، غادي ندير 2 المعالق كبار ديال سنيده، و2 المعالق ديال كريم باتيسير. صافي وغادي نحرك هادشي مزيان هنايا في الحليب هو بارد، باش الا حيت الا درتو في هو الحليب يعني كيسخن الكريمه غادي تلصق ليا تبغي تحرك. صافي غادي نحرك ندير الساشي ديال الفاني. صافي وغادي نحرك هادشي مزيان وهو يعني مازال ما حطيتوش فوق البوطه حتى كيذوب سنيده وكيذوب الذوب الكريم باتيسير. عاد كنحطوه فوق البوطه وكنبقى في التحراك حتى نحصل على الخليط اللي انايا بغيت كنحصل عليه على شكل كريمه. صافي كيف ما كتشوفوا هنايا ملي انايا دابت سنيده غادي نحطو فوق البوطه على نار مهيله. صافي غادي نستمر البنات بالتحراك على هذا الشكل. هانتوما كتشوفوا دابا الكريمه راه قربت توجد، كيبقى هكا يخرج دوك الفقاعات بحال هكا، يعني صافي راه الكريمه وجدات. صافي وغادي نخويها فوق الكيكه على هذا الشكل اللي كتشوفوا. صراحه كتجي هاد الكيكه هذه بهاد الكريمه كتجي زوينه. صافي غادي نخليها هنايا على جنب حتى كتبرد. دابا الكريم يعني راه شاده راسها غير شويه تبرد وصافي. صافي ولك على حسب التزيين كيبقى على حسب الاختيار ديالكم. اللي يعني اللي متواجد عندكم تقدروا تزينوه. هنايا انا حكيت غير واحد شويه ديال الشكلاط غادي نزين به، ولكن ماشي دابا حتى كتبرد الكريمه عاد غادي نزين
من الفوق، حيت دابا مازال الكريمه سخونه. الا درت الشكلاط غادي يذوب. المهم وغادي تخلط اللون كيف ما كتشوفوا هنايا. من بعد ما بردات الكريمه صافي زينتها بهاد كيف ما قلت لكم هاد الشكلاط هذا كيبقى تزين على حسب الاختيار ديالكم. وكنكونوا وصلنا لاخر الفيديو. الا عجبتكم الكيكه ديالنا ما تنساوش انكم تخليو لي واحد لايك وواحد تعليق. واللي اول مره كيزور القناه ديالي ما ينساش انه يتشارك معايا ويفعل الجرس باش يبقى يوصلو كل جديد ديالي. وكيف ما قلت لكم كنكون وصلنا لاخر الفيديو. كنتمنى هاد الكيكه اللي تشاركت معكم تنال الاعجاب ديالكم. وكنقول لكم بسلامه عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله. وما تنساوش تخليو لي واحد لايك وواحد تعليق زوين بحالكم وتشتركوا معايا وفعلوا الجرس. وبسلامه عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله.